الرز المصري بنفس طريقة الرز البسمتي، ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، جميل خرافة ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. مفيش حاجة صعبة ومفيش حاجة اسمها مستحيلة ومفيش حاجة اسمها بتقف على حاجة معينة، بس جربوا الرز المصري هتلاقيه في منتهى الجمال، بس بنفس طريقة الرز البسمتي بنفس الخلطة بتاعته. وفيها تركاية ان احنا لما نيجي نعمل الرز المصري، لو انتي بتعبري مثلا كوبايتين رز، قللي حطي ميه كوبايتين الا تلت، قللي من نسبة الميه علشان ما يبقاش طري معاكي، لان الجزر والطماطم اللي احنا بنحطها والبصل بتبقى فيه نسبة ميه، فهيخليه طري معاكي خالص. بالنسبة للرز البسمتي فهو بيشرب الميه، تلاقي الحباية كده كده لو انت زودتها ميه ما بيحصلهاش حاجة، بس الرز المصري لو احنا زودناه ميه هتلاقيه يعجن منك ومبقاش حلو خالص. ما شاء الله شايفين الحباية، بصوا ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. جربي ومش هتندمي. إلى اللقاء.